السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفر الحكمة. في المدخل إلى سفر الحكمة للآباء اليسوعيين صفحة 1378 يقول النص: ولكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان، لقد نسب نشيد الإنشاد إلى سليمان كما نسب إليه سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر الحكمة. انتهى كلام المدخل إلى سفر الحكمة للآباء اليسوعيين. يبقى الكلام ده معناه إن المؤلف ليس سليمان والمؤلف مجهول. في المدخل إلى سفر الحكمة للآباء اليسوعيين صفحة 1378 أيضا يقول النص: إن واضع سفر الحكمة هو شاعر ومعلم روحي أراد أن يضع مؤلفا شخصيا طريفا، ومع أنه يستقي من ينابيع كثيرة فإنه يحترز من نقلها كما هي، بل يدخلها بفطنة في كتابه. يعني الكلام ده معناه ان ده ليس بكلام الله، والمؤلف شاعر أراد أن يضع مؤلف شخصي كوميدي. تمام؟ يبقى هذا ليس بكلام الله. أيضا في كتاب اسمه الأسفار القانونية الثانية الصادر عن مكتبة المحبة عن سفر الحكمة صفحة 99، وردا على لسان الدكتور سمعان كلهون في كتابه مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين طبعة 1973 صفحة 303 و 305 يقول النص: ويرجح أن كاتبه يهودي مصري عاش بين عامي 15 و50 قبل الميلاد، وكان متضلعا من الفلسفة اليونانية. انتهى كتاب الأسفار القانونية الثانية. يبقى الكلام ده معناه ان بيرجح، يعني يمكن، يعني قد يكون الكاتب يهودي مصري، ما يعرفش شخصيته بالظبط، بس دوت كلام مرجح، ما يعرفش على وجه اليقين من هو هذا الكاتب، ولكن هو ممكن يكون يهودي مصري. طيب، في الترجمة الكاثوليكية دار المشرق صفحة 236 و 237 يقول النص: ولهذا السبب فانتحاله شخص سليمان وتوجيهه الكلام بهذه الصفة إلى الملوك هو من نوع الصورة الوهمية المقبولة حين ذاك إلى حد بعيد، إنما الدلائل المتراكمة تشير إلى أن وطنه كان مصر، ومن المحتمل أن يكون الإسكندرية المركز الكبير لليهودية الناطقة باليونانية في عصر. انتهى كلام الترجمة الكاثوليكية لدار المشرق. الترجمة الكاثوليكية بتقول إن المؤلف انتحل شخصية سليمان، يعني واحد حرامي ونصاب انتحل شخصية المؤلف اللي هو المفروض انه سليمان، اللي المفروض ان كتب النصارى قالت ان كاتب سفر الحكمة هو سليمان، ولكن هو مش سليمان، والكاتب انتحل شخصيته. والترجمة الكاثوليكية بتبرر هذا الانتحال وتبرر هذا النصب، وبتقول هو نوع من الصور الوهمية المقبولة، نوع من الصور الوهمية المقبولة. طيب امتى كان الانتحال والنصب من الصور المقبولة؟ لا يمكن طبعا ان يكون الانتحال شخصيات من الصور المقبولة بأي شكل من الأشكال. تمام؟ ولكن الترجمة الكاثوليكية بتحاول تبرر موقف المؤلف الذي انتحل وكذب باسم نبي الله سليمان. إن شاء الله نتمنى أن يكون الموضوع واضح. نستودعكم الله، نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.